يا مساء الفل والجمال. أهلا وسهلا بيكو، معاكو نهلة فؤاد، وانت بتتفرج على برنامج خلاصة في 5. البرنامج اللي بنلخص فيه أهم وأقوى الأفكار في 5 دقايق وبس. والنهاردة هنتكلم عن حاجة مهمة جدا لأي حد عايز ينجح ويكون مستقل. إزاي تبدأ مشروعك الخاص خطوة بخطوة من غير خوف ومن غير ضياع وقت. وزي ما اتفقنا إن أي مشروع ناجح محتاج 3 حاجات: عقل وجسم وروح، وإحنا النهاردة هنبنيهم عملياً. هات يلا ورقة وقلم ويلا بينا. الخطوة الأولى: أعرف شغفك وابدأ منه، زي إيلون ماسك. إيلون ماسك قال ابدأ بحاجة بتحبها واطلب دايما الأفضل. لو مشروعك مش مبني على شغفك هتزهق بسرعة وتستسلم. إيلون لما بدأ تسلا مش بس كان عايز يبيع عربيات، هو كان عايز يغير العالم. الخلاصة: اسأل نفسك إيه الحاجة اللي بتحب تعملها كل يوم من غير ما تحس بالوقت، وابدأ منها. الخطوة التانية: ادرس السوق زي جيف بيزوس. جيف بيزوس لما أسس أمازون مش بدأ يبيع أي حاجة، ده درس السوق وفهم العملاء وحط خطة واضحة. أول ما اكتشف إن الكتب بتبقى أسهل مبيعاً أونلاين ركز عليها، والنتيجة أكبر مكتبة إلكترونية في العالم. الخلاصة: اعرف منافسيك واعرف عملائك واعرف احتياجات السوق قبل ما تبدأ. الخطوة الثالثة: خطط وابدأ صغير زي ستيف جوبز. ستيف بدأ أبل في جراج صغير مش في مكتب ضخم. الدرس: مش لازم رأس مال كبير، ابدأ بخطوة صغيرة، نفذ وطور. الخلاصة: حول فكرتك لمشروع تجريبي وجرب قبل ما توسع. الخطوة الرابعة: استثمر في نفسك زي أوبرا وينفري. أوبرا مش بس كان عندها مشاريع، هي كانت مستمرة في التعلم والتطور الشخصي. درست وحضرت كورسات وحسنت مهاراتها وطورت نفسها قبل أي مشروع. الخلاصة: كل مهارة جديدة بتتعلمها بتزيد فرص نجاح مشروعك. اتعلم تسويق وإدارة ومهارات رقمية. الخطوة الخامسة والأخيرة: نفذ بجرأة وحول الفشل لتجربة زي مارك زوكربيرج. مارك لما بدأ في هارفارد واجه رفضات وتجارب فاشلة لكنه استمر. الخلاصة: كل غلط هتعمله دلوقتي هيساعدك تبني مشروع أقوى بكرة. نفذ وجرب وتعلم، كل يوم خطوة صغيرة بتساوي نجاح كبير. وفي النهاية وبعد ما فهمنا ازاي تبدأ مشروعك الخاص خطوة بخطوة، في الحلقة اللي جاية بقى هنتكلم عن ازاي تحول مشروعك لفكرة مربحة على أرض الواقع، وهتشوفوا أمثلة حقيقية من شركات ناجحة وأسرار صغيرة بتخلي مشروعك يكبر بسرعة. خليكوا جاهزين، لأن الخطوة اللي جاية هتغير طريقة تفكيرك بالكامل في ريادة الأعمال. أنا نهلة فؤاد، ودي كانت خلاصة النهاردة. ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان تكمل معايا الرحلة. وافتكر دايما شعارنا: أفكار مركزة في وقت محدود. أشوفكم الحلقة الجاية.